بيحكي إسلام محمد ويقول: بنت دخلت كلمتني من شهرين تقريبا من خلال رسائل الصفحة، أكتر من 20 رسالة منها في أقل من ساعة، في وقت متأخر تقريبا الساعة 11 بالليل. بصيت على الرسائل بتاعتها كلها عياط ورجاء إنها عايزة رقمي ضروري. أنا بصراحة قلت بنت بتستنجد بيا في حاجة كبيرة. اديتها رقمي، كلمتني منهارة من العياط. بقول لها: مالك في إيه؟ على طول قالت: أنا عايزة 500 جنيه، حياتي واقفة عليهم وما عنديش حد أعرف أستلف منه غير 2 أو 3، وكلمتهم ومحدش فيهم وقف معايا. هتحبس لو ما دفعتش القرض بتاع جهازي. أنا بنت ناس وكويسة وشغلي كويس، وعرفتني شغلها، بس حصل مشاكل مع إخواتي في البيت وقعدوني من الشغل، ومحدش فيهم يعرف إني واخدة قرض، والشغل الشهر اللي فات كان مش كويس والقسط اتلاكم عليا، ومش عايزة غير 500 جنيه أكمل بيهم باقي القسط، وهردهم لحضرتك 10 أضعاف. أنا ما وقفتش عند كلمة 10 أضعاف من باب إنها تعبير مجازي يعني. أنا مش مصدق الحكاية، بس العياط، الأحداث ممكن تبقى حقيقية، والمبلغ ممكن يبقى بسيط بالنسبة ليا، والحظ إنها متكلمة في يوم أنا كنت بعدها هخرج حاجة لله. فقلت تمام. نمت وصحيت لقيت رسائل كتير منها على الواتساب. المهم استعنت بالله وبعت ليها الفلوس بنية الصدقة حتى لو مش هتترد، علشان هي ما يكونش عندها ذنب، والموضوع انتهى بالنسبة لي. بعدها بشهر ونص لقيت إشعار على إنستا باي بمبلغ 5050 جنيه، وبعدها على طول رقم بيرن عليا: ألو، ازيك يا كابتن إسلام يا محترم، كتر خيرك، جميلك في رقبة اليوم الدين. أنا فلانة اللي كلمتك في نص الليل علشان تبعت لي 500 جنيه. أنا بعت لك المبلغ 10 أضعاف زي ما وعدت حضرتك، ومش هنسى وقفتك جنبي مع إنك غريب عني، مع ذلك أنت أول شخص جه في دماغي، وربنا ما خذلنيش فيك، وكمية دعوات. قلت لها: بس أنا مش هعرف أقبل المبلغ ده. ردت: لا يا كابتن إسلام، ده دين عليا قدام ربنا، طلعهم لله أو خدهم، ده أنت حر، ده مالك. المهم طلعتهم كلهم لله تاني، لأني كنت ناوي إن 500 من الأساس صدقة، وفعلا ما نقص مال من صدقة.